ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي معاذ أحمد. ما بلادك؟ بلادي إثيوبيا. وما منطقك؟ منطقة أوروبيا. وما محافظتك؟ محافظتي بالي. وما مديريتك؟ مديريتي غورو. وما قريتك؟ قريتي والتي قبو. وما مدرستك؟ مدرسة الأولية. ما أعظم الخالق؟ وما أكثر الخلق؟ كيف عرفنا الخالق يا محمد؟ عرفناه بالقرآن. وماذا فيه؟ فيه الله خالق كل شيء وفيه غير ذلك. أنت تصلي؟ نعم أنا أصلي. فأنت تصلي؟ نعم وأنت تصلي أيضا. ولم تصليان؟ إنها عبادة. فإذا كانت عبادة خلقنا الله لعبادته. أتحمل مصحفا؟ لا أرى كتاب في يدي. إنه كتاب السيرة. ماذا فيه؟ فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره. إنه رسولنا ولذلك يحب أقرأ السيرة. وأنا أطيعه صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ إنهم مساكين لما جاءوا؟ يأخذون الزكاة منا. من يؤتيه؟ يؤتيهم أبي أحمد. أين والده؟ ذهب على مكة. لعله ذهب للتجارة. لا إنه ذهب للحج. ما الزكاة والحج يا سيد؟ هما من أركان الإسلام. أتعرف الإيمان؟ نعم أعرفه. ما هو؟ إنه تصديق والعمل به. وله أركان يا سالي؟ نعم له أركان. أتذكرون شيئا منها؟ نعم الإيمان بالله. لماذا تدرس اللغة العربية؟ أدرس لأفهم القرآن الكريم والحديث الشريف. لماذا اجتمعنا في هذا اليوم المبارك؟ بمناسبة دعوة المدرسة الأولية. لماذا حدث يومنا؟ إجابة مناسبة الدعوة. أفيهم منهج هذا العام؟ نعم فيه منهج. لماذا تهنئهم؟ أقول لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل متقبل. ممن نستفيد في هذا اليوم؟ نستفيد من العلماء والدعاة الموعظة والتذكير. ماذا تحب أن تكون في المستقبل؟ أحب أن أكون عالما. لماذا؟ لينفع المسلمون ويفيدهم. شكرا لكم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك يا أختي؟ اسمي إيمان شيخ حميد. ما اسمك يا بنت؟ اسمي سبونت محمد. بأي شيء تبدأ الوضوء؟ بالنية والتسمية. ثم ماذا؟ أغسل كفي 3 مرات. ثم ماذا؟ أتمضمض وأستنشق. ما هي المدمدات؟ أن أجعل الماء في فمي ثم أقرأه. وما هو الاستنشاق؟ أن أجعل الماء في أنفي ثم أقرأه. ماذا تفعل بعد المدمدة والاستنشاق؟ أغسل وجهي 3 مرات. ثم ماذا؟ أغسل يدي إلى المرفقين 3. ثم ماذا؟ أمسح رأسي مع أذني مرة واحدة. ثم ماذا؟ أغسل رجلي إلى الكعبين 3 مرات. ثم ماذا؟ انتهت أفعال الوضوء. أحسنت وبارك الله فيك يا إيمان. لماذا تودعت مرة ثانية؟ لأن وضوء انتقد. لماذا؟ خرج من الريح. وهل الريح تنقض الوضوء؟ نعم. وماذا ينقض الوضوء غير الريح؟ كل خارج من السبيلين. مثل ماذا؟ مثل البول والغائط. أحسنت وبارك الله فيك يا سبونت. بما تفتح الصلاة؟ بالتكبيرة. وماذا تقول بعد تكبيرة الإحرام؟ أقرأ الدعاء الاستفتاح. ثم ماذا؟ أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. ثم ماذا؟ أكبر واركب. وماذا تقول في الركوع؟ أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. وماذا تفعل بعد الركوع؟ ارفع من الركوع. وماذا تقول عند الرفع من الركوع؟ أقول سمع الله لمن حمده. ماذا تفعل عند الرفع من الركوع؟ أكبر وأسجد. وماذا تقول في سجودك؟ أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وماذا تفعل بعد ذلك؟ أكبر وأجلس. وماذا تقول في جلوسك؟ أقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وماذا تفعل بعد ذلك؟ أكبر وأجلس ثانية. وماذا تقول فيه؟ مثل الأول. وماذا قلت في الأول؟ سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وماذا تفعل بعد ذلك؟ أقوم للركعة ثانية مكبرا. أحسنت وبارك الله فيك يا إيمان. ماذا تقرأ في الركعة الثانية؟ الفاتحة وما تيسر من القرآن. لقد نسيت شيئا. وما هو؟ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح لا تقرأ في الركعة الأولى. وماذا تفعل بعد القراءة تشهد الأولى؟
أقوم للركعة الثلاثة مكبرا. وماذا تقرأ فيها؟ الفاتحة وحدها. وماذا تقرأ في الجلوس ركعة الآخر؟ أقرأ التشهد الآخر. وما هو التشهد الآخر؟ هو التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من 40. وماذا تفعل بعد ذلك؟ أسلم تسليمتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. Ini warasi di Baratul Saina.